خناقات الأعظم في تاريخ كرة القدم ما بتخلصش، وفي الفترة الأخيرة الخناقات دايما محصورة بين كريستيانو رونالدو أو ميسي، وأنا شخصيا بفضل ميسي. بس أنا النهاردة جاي أعرفك على الأمهر في تاريخ الكورة حرفيا، وهو دييجو أرماندو مارادونا. لاعب محدش اختلف أبدا على مهارته جوه الملعب، لكن كتير اختلفوا على شخصيته بره الملعب، لأنه حرفيا لاعب اتنقل من قمة النجاح لحافة الهاوية، وفي انقسام رهيب. منهم اللي بيقول إنه فخر ليهم، ومنهم اللي بيقول انه عار عليهم. طيب ازاي ده حصل؟ يلا بينا نعرف اصل الحكايه، ولكن قبل ما نبدا طبعا انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ودعمنا باعجاب علشان ده هيساعدنا كتير. ويلا بينا نبدا حلقتنا. مارادونا من سن صغير جدا وباين مهارات، ولانه كان من اسره فقيره قرر ابوه انه يستثمر فيه ويبين موهبته دي، وبالفعل لعب مارادونا اول ماتش رسمي ليه وهو عمره 12 سنه. وقتها الصحافه عملت معاه لقاء، واللي صرح فيه مارادونا وقال انه حلمه انه ياخد كاس العالم مع منتخب بلاده الارجنتين. لمع نجم مارادونا جدا وسحر كل متابع للكوره في الارجنتين، وخاصه بعد ما فاز بكاس العالم للشباب سنه 1979، واللي كان في نهائي صعب جدا قصاد الاتحاد السوفيتي. ومش بس كده، ده اخد كمان احسن لاعب في البطوله. في بداياته دي كان بيلعب في نادي ارجنتينوس جونيور، واستمر معاهم اكتر من 4 سنين وسجل فيهم 116 هدف، لكن كان كل ده بدون تحقيق اي بطوله. فقرر مارادونا وقتها انه ينتقل لنادي تاني، وعلى الرغم من العروض الاوروبيه اللي نزلت عليه زي المطر، لكنه اصر انه يكمل في الارجنتين لحد ما يفوز ببطوله الدوري. واتنقل فعلا لنادي بوكا جونيورز اعاره مقابل 3 مليون و800 الف يورو، واللي يعتبر رقم فلكي وقتها. لكن مارادونا فعلا اثبت لهم انه يستاهل الرقم ده، لان بعد 40 مباراه سجل فيهم 28 هدف، قدر اخيرا انه يحقق حلمه وهو الفوز ببطولة الدوري الأرجنتين. لكن ما استمرش فرح مارادونا كتير، لأن كان بعدها على طول بطولة كأس العالم اللي بيشارك فيها منتخب بلاده حامل اللقب. والطموحات كانت عالية جدا من الجماهير الأرجنتينية، لأن لسان حالهم احنا دلوقتي حامل اللقب وكمان بنمتلك أفضل موهبة في العالم، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. دخلت الأرجنتين البطولة وصعدت للدور الثاني بصعوبة، واللي جه منتخب البرازيل فاز عليهم وخرجهم من البطولة. لكن مارادونا ما تحملش الخساره دي من غريمهم التقليدي منتخب البرازيل، فقام بالتعدي بالضرب على النجم البرازيلي باتيستا. وعلى الرغم من الخساره الا ان بموقفه ده استقبلته الجماهير الارجنتينيه استقبال الملوك. بعد نهايه المونديال جه وقت الجد، وانتقل مارادونا لبرشلونه مقابل 7.3 مليون دولار. ومن اول يوم ليه في النادي والجماهير ما كانتش مرحبه بيه قوي، وده كان بسبب سلوكه السيء بره ارضيه الملعب وادمانه على الكحول، وده طبعا اللي اصابه بالتهاب الكبد سنة 1982. والالتهاب ده كان ببساطة قادر انه ينهي مسيرته الكروية تمام. الحقيقة ان دي ما كانتش مشكلة مارادونا الوحيدة خلال فترة لعبه في برشلونة، بل انه كمان كان بيواجه مشكلة جوه الملعب، وده بسبب مهاراته الزايدة. كان لاعبو الدوري الاسباني بيلعبوا قصاد مارادونا بعنف شديد، لدرجة انه تعرض لكسر في الكاحل قصاد عيون الحكام اللي ما حركوش ساك. يعني زي ما نقول كان في مؤامرة ضد ده، غير طبعا مشاكله المعروفة مع مدرب النادي اللي كان كل هزيمه يرمي كل اللوم على مارادونا. الغريب بقى ان برغم كل ده قدر مارادونا يظهر بمستوى لعب عظيم، وسجل 38 هدف، وقدر يفوز مع ناديه برشلونه بكاس اسبانيا او كاس ملك اسبانيا. لكن بعد سنتين اعتدى مارادونا بالضرب للاعب اللي سبب له اصابه كسر الكاحل. الواقعه دي كانت القضيه واللي عليها قرر رئيس نادي برشلونه انتهاء فتره مارادونا كلاعب في برشلونه، يعني استغنى عنه. بعدها راح مارادونا يلعب في نادي نابولي، ودي بقى الفترة الذهبية فعلا لمارادونا. في ملعب سان باولو اللي اتسمى بعد كده باسمه استقبلوا 70 ألف مشجع من مشجعين نادي نابولي، واللي دفع فيه 9 مليون دولار واشتراه من برشلونة. مع بداية انتقال مارادونا لنابولي بدأ انه يتعلم من اخطائه، وعلشان يحمي نفسه من اي تعاملات هتأثر على مستواه جوه الملعب عين لنفسه وكيل اعمال، واللي كان اسمه كوبولا. وده بقى حماه من كل الانتقادات اللي كانت بتتوجه له فعلا، وده كان عن طريق اتفاق بينه وبين المافيا الإيطالية، هو ياخد منها الحماية وهم يستغلوا جواز السفر الدبلوماسي بتاعه في تهريب الكوكايين. لعبت مع مارادونا جدا وقدم
قدم وقتها مستويات عظيمة، وقدر في مونديال المكسيك سنة 1986 يحقق البطولة الأغلى لمنتخب التانك. كان هو كابتن الفرقة وكان عمره وقتها 25 سنة بس. والجدير بالذكر بقى إن مباراة ربع النهائي في البطولة دي كانت قصاد المنتخب الإنجليزي، ودي كانت من أعظم مباريات مارادونا على مر تاريخه الكروي كله. بعد انتهاء المونديال رجع مارادونا لفريقه نابولي وهو في قمة نجوميته، وحقق معاه بطولة الدوري وكاس إيطاليا لأول مرة في تاريخ النادي. ومن هنا دخل مارادونا قلوب كل عشاق نابولي، وعملوه أسطورة صورها في كل ركن في المدينة. على الرغم من كل إنجازاته مع نابولي، إلا إن الصحافة الإيطالية ما قدرتش تسكت عن فضايحه بره الملعب، وخاصة بعد إنجابه طفل غير شرعي ومراقبة تليفونه اللي من خلاله عرفوا علاقته بالمافيا. وسنة 1991 تم الإعلان رسميا إن مارادونا بيتعاطى الكوكايين، واتحكم عليه بالسجن 14 شهر مع إيقاف التنفيذ، وده اللي خلاه يسيب إيطاليا ويرجع مرة تانية لبلده الأرجنتين، وتحديدا لنادي بوكا جونيور. وتم استدعائه للمنتخب وسجل آخر أهدافه المونديالية في كأس العالم في المباراة الافتتاحية اللي كانت ضد منتخب اليونان. لكن بعد الماتش أثبتت التحاليل إن مارادونا مازال متعاطي للمخدرات، وبناء عليه تم إيقاف مارادونا وغادر مارادونا المونديال. وفي سنة 1997 لعب مارادونا آخر مباراة في مسيرته الكروية عن عمر 37 سنة. الحقيقة ان لاعبين كتير انتهت مسيرتهم بعد فترة قليلة من نجوميته، لكن الغريب في قصة مارادونا ان بعد كل مرة كان بيقع فيها كان بيحاول تاني انه يقف تاني، وكان بيكسب تعاطف كل مشجعي الفرق اللي بيلعب معاهم، وطبعا كل فرد داخل بلده الارجنتين، اللي على الرغم من وجود ميسي ابنهم الا ان مارادونا يعتبر عندهم اسطورة لا يمكن المساس بيها. لحد هنا خلصت حلقتنا، اتمنى كل حلقه عجبتكم، ومستنى اشوف رايكم في التعليقات وتقولوا لنا مين هو النجم الافضل بالنسبه لكم على مر التاريخ. شكرا لكم على المشاهده، وما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتدعمونا باعجاب علشان ده هيساعدنا كتير. شكرا لكم واشوفكم الحلقه الجايه.